ايوه، زي ما قرأنا في العنوان بالظبط. هاخدكم في رحلة تطور سريع هنفهم من خلالها ازاي ال AI بيسرقنا ويتطور، وليه الناس كلها بقت شغالة في فريلانسنج، كلها عالمة مثقفة ومفكرة. السلام عليكم، صباحكم مساكم فرحة. في 5 كده نقدر نتخيل العالم كله بلا تكنولوجيا، بلا سوشيال ميديا، بلا مقولة أنا فريلانسر بقبض بالدولار شوية موظفين. تخيل لو كل ده ما كانش موجود، كنا تقريبا هنبقى موظفين حرفيين شغالين في مهن حرة، ما كانش حد يقول أنا فريلانسر. فأنا كعشرين سنين من مواليد الألفينات، كانت 2012 بالنسبة لنا هي بداية التكنولوجيا، ولو حاجة بسيطة بدأنا نستخدم السمارت فون، حاجة عادية بالنسبة لنا، وبالنسبة لأهلنا دي حاجة ويرد جدا. انتوا ازاي مجانين تكنولوجيا كده؟ اكتر حد كان بيستخدم يوتيوب ساعتها هم الارتست، مغنيين، صناع محتوى عرب قليلين اغلبهم مغاربه وتوانسه، واي حد لهجته مش مصريه. احترامنا للجميع، بس صناع المحتوى العرب كانوا قليلين فعلا الفتره ديت. وتقعد نص الفيديو بتسمع في كلام ملوش اي علاقه بالمحتوى اصلا. بعد كده صناع المحتوى المصريين بدأوا يظهروا واحد ورا التاني، كان اغلبهم مغنيين، واشهرهم على ما افتكر كان شادي سرور، احمد نادر، بيرجو، اي حد بيعمل محتوى ترفيهي او محتوى تكنولوجيا على التليفونات. ده كان اغلب الناس المصريه اللي بتشتغل على السوشيال ميديا كصانعين محتوى على ما اتذكر. يعني السنين بعدها بتمر ويخرج لنا جوجل اسيستنت وسيري المساعد الذكي، وبعدها جي بي تي وتطورات الاي اي التي لا تكف عن التطور، والناس لا تكف عن التكيف، لحد ما الناس كلها بقت فريلانسنج. طب مين هيتفرج لو الناس كلها بتقدم محتوى؟ دلوقتي مع كل الهيلمان اللي حوالينا وتطورات ال AI ملهاش حدود، وكل حاجة تخشها تحس إنك لسه مبتدئ. هنعيش إزاي؟ تدخل أي منصة تلاقي كلها بتبيع كورسات، كلها بقت مفكرة وعالمة ومثقفة، زي بالظبط النكتة بتاعت معرض الكتاب، اللي فيه ناشرين وكتاب أكتر من القراء ذات نفسهم. تخش دلوقتي على أي منصة هتلاقي كل واحد عايز يبيعلك المنتج بتاعه. أنت لسه بتعمل الأم بودن قطة؟ تعالى خد الكورس جميلة فيه خبراتي في كيفية الطفح. أنا أحمد شيكس، خبرة 14 سنة في مجال الطفح. وتلاقي حد تاني يقولك أنا خسرت وزني في أسبوع وشعري كان بيقع واستعملت سيروم فتكات وشعري بقى أحسن من الأول بكتير. واللي يقولك تعلم اللغة في أسبوع ضاعف أرباحك في شهر. وإحنا حاسين إن الحياة بتضيع مننا، أو هما بيحسسونا بده، ومحتاجين ناخد الكورس المعين عشان البياع ده أقنعني وحسس إن أنا محتاجه. دلوقتي التجارة مبقتش حاجة مادية، مش لازم أشتري منتجات واقعد ابيعها واسوق لها في السوق واجيب واشتري مكان او اجر مكان. لا، انا بعرف اشتغل اركت واعمل ماكيتات ديت، فتعال خد الكورس بتاعي علمك ازاي تعمله. انا قادر ان انا اشتغلها، قادر ان انا ابيعها في السوق. لا، انا مش لسه هبيع، انا هعلمك تعملها ازاي. عارف لو تعطيني سمكة وعلمنا كيف اصطاد، نفس المبدأ. واحنا طبعا مستعجلين، مش عايزين حاجه تفوتنا، مش عايزين نقع، مش عايزين نكون متاخرين، ودي طبيعه فينا عامه، مش حد بيجبرنا عليها. وده مصداقا لقول الله تعالى كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره، الايه 20 في سوره القيامه. عايشين مستعجلين بنجري وعايزين نوصل للنشوه العاجله. كل واحد من اللي انت شايفه على السوشيال ميديا بيحاول يبيع لك حاجه. الشخص دوت وصل للسقف بتاعه وعايز يكسب بكل الطرق في الحاجة اللي هو وصل لها. هو عارف ان في غيره عايزين نخش المجال، فيجي يقولك المحتوى العربي ضعيف ومحتاجين فيه صناع محتوى كويسين شاطرين. تعال خد الكورس بتاعي ب 700 جنيه، علامة ازاي تبقى صانع محتوى شاطر. هو اصلا محدش سمع عنه في طبق اليوم، او اصلا صانع محتوى بلا محتوى، بس هو شاطر يثبت لك انه جامد، فيطلع يسمي نفسه دكتور فحل الفحول. تعال اعلمك ازاي تهتم بحماده، تعال اعلمك ازاي تهتم بنفسك، تعال اعلمك ازاي تأجر عربيات وتمشي مع بنات ومثيل على الفخاد. يجي لك الناس كلها نفسها تبقى دكتور فحل. انا الجامد الفاجر اللي فيش مني اتنين اللي بيطير وشخ راسه، التنين ابو بيضه. تعال اشتري الكورس بتاعي ب 1000 جنيه عشان تبقى زي دكتور فحل. او صانع محتوى تاني يحس الدنيا كلها بقت زحمه حواليه وكلها بتقدم نفس المحتوى، فيبدا يقول لك لا انا هقف لحد كده، ويجي يقول لك تعالى اشتري الكورس بتاعي ب 499 عشان بلاك فرايداي. بيفكروني بالظبط زي مدرس كليه حاسبات ومعلومات اللي عايز يقنع الطلبه بتاعته ان لغه البرمجه اللي هو بيدرسها لهم سوق العمل طالبها 100%، ولو اشتغل فيها لوحده ينفع ينتج، لو اشتغل فيها في شركات هيعمل بالدولار. طب انت يا دكتور ليه ما اشتغلتش فيها؟ يعني لو المجال دوت اللي انت بتدرسه واللي انت فاهم فيه جدا، ليه ما تشتغلش فيه؟ ده حاطط نفسك في زون الدكتور والطلبة والكلية. الدكتور ده حط لنفسه سقف، لا عنده قدرة يشتغل في البرمجة لوحده أو في شركة، فبيحاول يبيع الفكرة اللي عنده للي بعده. الناس كلها أنواع وطرق تفكيرهم مش واحدة، وهنفهم ده في حلقات جاية لما نتكلم عن أنواع الشخصيات اللي هم. بس دلوقتي انت استقريت على أنهي كورس؟ قبل ما البرمجة تشدك،
قبل ما تاخدي اي خطوه انك تشتري كورس اعرفوا كويس انتوا فين في المجال اللي انتوا عايزين تخشوه. في البدايه الكورس اللي انا هاخده هل هو في المجال بتاعي الشخصي او الاكاديمي، ولا هيفيدني ولا مش هيفيدني؟ طب لو ده مجال جديد عليا وعايز اشتغل فريلانسر والبياع بيقنعني ان الرسم الديجيتال هيخليني اشتغل في اكبر شركه ديزاين في مصر واعمالي بعد كده اتحط في المتحف، طب وبعدين لو انا اصلا في الاول مدرس او انا في الاول اصلا شيف هعمل شيفت كارير، ولا ليه اصلا موهبه والفضول بس خلاني ان انا اجرب؟ احنا في زمن محتاجين نفكر فيه قبل ما ناخد اي خطوه عشان حياتك تكبر وحشه حرفيا. فبدنا نخدعش باي كورس او اوفر ونشوف هل الكورس ده فعلا انا محتاجه وهيفيدني ولا لا. طب لو محتاجه هاخده من حد متخصص او ذو خبره، ونحاول نشوف فرص على ارض الواقع فيها ربح بجد، او نستغل السوشيال ميديا اللي هي تجيب لنا ارباح على ارض الواقع. حوار انك تاخد كورس ب1000 و2000 جنيه عشان خاطر تاخد كورس جرافيك ديزاينر او مونتاج او غيره، وتبدا بعد كده تدور على عملاء وبعد شهرين 3 اشهر ما تقعش غير 5-6 عملاء بس، ده مش منطقي. نرجع بعد الجزء بتاع ازاي الاي اي بيتطور ويسرقنا. انا مش هتكلم عن تجسس او غيره، انا هتكلم عن ازاي الاي اي بيخليك تشتري اللي انت بتبيعه. نرجع لورا شوية مع بداية الشبكة العنكبوتية ودخول الإنترنت للبلاد عبر القارات، ودخلنا عصر العولمة والعالم كله بقى قرية صغيرة. المعلومات المزدوجة على الإنترنت كلها اتجمعت في مكتبة عملاقة وتم تزويد ال AI بيها، فبقى مطلع على كل ما نشر حرفيا من أول ما الإنترنت بدأ لحد دلوقتي. واي حاجه هو بيديها لك هو واخدها اصلا من حد تاني بيديها لك انت. يبقى الاي اي مستعد انه يبان في العلن، مش مجرد روبوت بيغسل صحون او بيساعدنا ان احنا نقص الزرع. بقى موجود في العالم متحدين كل حاجه حرفيا، من مؤسسات لاشخاص، وبنحكي معاه بيعمل لنا شغلنا بفتره معينه او باشتراك. الاي بياخد معلومات من الناس من ناحيه ويبيع لك انت من ناحيه تانية، ياخد منك ويبيع للناس التانية. خدتوا بالكم مين بيبيع ايه؟ ما حصلناش حتى البلد اللي بتبيع رملة ب50 قرش وديك تاني يوم تشتريها لوح ازاز ب50 جنيه. وبس كده خلصنا. في حاجات تهمك وتهمك في الحلقات الجاية، فما تنسوش السبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان توصلك كل ابحاث الباحث. ويا رب ما بصينا على طول موتكم لذيذ ويكون كل ألطف. بسم الله واشوفكم بحث جديد. السلام عليكم، صباحكم مساكم فرح. قررنا نوقف برنامج الباحث مؤقتا ونشتغل على البرنامج السارد اللي يحكي فيه قصص وحكايات روايات كتير، وهنبدأ برواية الملتقى وهنحكيها كلها كاملة. بس ندعمكم، بس رأيكم جدا في الكومنتات وايه رأيكم في الستاب الجديد. السلام عليكم، صباحكم مساكم فرح. اهلا بكم في اول حلقه في ليله الخميس. وليله الخميس محدش بقى فاضي فيها، فاحنا عاملين الفيديو ده ليله السناكل. صح ماشي، وانا حابب الفيديوهات كده اهوت عايزين نتفرج عليها سوا. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها. فهمنا يعني. انت شايف ده؟ انت شايف الازرق ساك من التيشيرتات. وساك من الازرق ده. بص اتفرجوا على ايه؟ اتفرجوا على الناس. كنا جيل يا عم. ما كناش اطفال. ادي الملاك الباري ابو قلب طيب قوي. هو ايه ده؟ ايه؟ يا بجد؟ ايه يلا ايه ده بجد؟ يا اسطى انا كنت في سنه يا اسطى بمشي في شنطه باتيستا اللي كان بيحب العيال ديت. ما رضاش بشنطه فيها عجب بالراس. انا لسه ما ارتبطتش لحد دلوقتي. فكرني بيه، اصلا كنت مرتبطه بواحده في ابتدائي وجينا في اخر يوم امتحانات عشان ما كانش معانا تليفونات، فضلنا نقعد عشان مش نشوف بعض تاني.